السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى يوم جديد وكمان روتين جديد ان شاء الله، تكملي معايا الفيديو يعجبكم. النهارده بقى هنعمل كده تنظيفه لغرفه الولاد على السريع، وكمان هنعمل غدا في حله واحده. عايزه اقول لكم ان شاء الله تجربوه يعجبكم. بس اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجه بنعملها. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان الخضار ده يعني قبلها بيوم زوجي وهو جاي بالليل من الشغل جابه ليا، فطبعا ما كنتش بصراحه قادره ان انا اقف افضيه، فسيبته في الاكياس زي ما انتم شايفين كده. فتاني يوم بقى لما قمت من النوم طبعا فطرت كده وفطرت الولاد، وقلت طبعا هغسله وانضفه وابتدي اسيبه كده على صينيه او مفرش ينشف خالص، وبعد كده هبتدي احطه في المنظمات. انا مش دايما بغسل الخضار، ولكن لما بحس ان الخضار محتاج ان هو يتغسل مفيش مشكله بغسله، بس اهم حاجه اسيبه ينشف عشان لو عليه نقطه ميه وحطيته في المنظمات وحطيته في التلاجة هيبتدي يبوظ بسرعه. المهم بقى بوريكم الخضار طبعا اللي كان زوجي جايبه، كان جايب فلفل وكوسه وبتنجان وخيار وفلفل الوان، وكنت طبعا قايله له برده عايزه توابل، وما كانش عندي بصراحه رز. وكمان كنت قايله له يعني يجيب لنا برده كرتونه بيض. الحاجات دي جابها بالليل وهو جاي من الشغل، وزي ما قلت لكم ما عرفتش بصراحه ان انا افضيها من الاكياس، فتاني يوم بقى فضيتها وجبت كمان ليمون. انا بجيب الليمون اخضر زي ما انتم شايفين كده، ليه؟ لانه بيقعد وقت طويل جدا جدا عندي. انا عايزه اقول لكم لما بجيبه اخضر كده بيقعد يمكن اكتر من شهر عندي في التلاجة، بيبقى حلو جدا. فعشان كده بحب بصراحه اجيب الليمون اخضر. يعني لما زوجي قال لي هجيب لك خضار واتصل وقال لي هجيب لك ايه، قلت له على الحاجات اللي انتم شايفينها دي، وقلت له الليمون جيبه لي اخضر، يعني عايزه الليمون يكون اخضر. المهم طبعا كان جايب لي البتنجان وفلفل الوان وفلفل اخضر وليمون وخيار، وكمان كان جايب باميه تقريبا كان نص كيلو باميه، فقلت برضو بالمره اغسلها وانضفها واسيبها كده تصفي. وطبعا التوابل دي انا بحب اجيب التوابل من قبل ما التوابل عندي تخلص، يعني ما بحبش الحاجه تخلص عندي وبعد كده اجيبها، لا انا حسيت ان البابريكا والكزبره الناشفه والكمون خلاص فاضل فيهم حاجات كده، فقلت لا برضو اقول له يجيب لي، بحيث ان البرطمانات عندي يا دوبك اغسلها اروح على طول مفضيه فيها التوابل اللي تكون موجوده عندي. المهم ان انا غسلت الخضار زي ما شفتوا، هسيبه بقى يصفي براحته. ودخلت على غرفه الولاد وبقيت الشقه طبعا نظفتها وخليتها زي الفل. المهم طبعا ان احنا منضفين بقى تنظيفات كده عميقه والدنيا زي الفل. كل اللي بنعمله ان احنا بنغير الملايات، بننضف الشباك، بنشيل يعني الاتربه من على الحاجه اللي بتكون في الغرفه. ما بتاخدش مننا وقت لان احنا منضفين كده وملمعين ومخلينا الدنيا زي الفل الحمد لله. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك ليك في كل حاجه بتعمليها وكمان تخلصيها بسرعه. اول حاجه بقى عملتها في الغرفه ان انا بنظف الشباك. اي مكان بدخل انضفه لازم انضف الشباك الاول وبعد كده بفتحه. انا بحب بصراحه انضف شقتي، اكون فاتحه الشبابيك الشباك البلكونه، بحس ان الغرفه بتاعتي بتتهوى وفي نفس الوقت كده بيبقى داخل فيها نور ربنا، فبيبقى يعني حاسه ان هي ريحتها حلوه كمان. المهم طبعا الكوفرتات دي قلت اغسلها وعلى بالليل كده اشيلها تكون نشفت، لان طبعا هحطهم في الاوتوماتيك زي ما انتم شايفين كده. انا بستعمل اريال جل حلو قوي وريحته حلوه قوي قوي. المهم طبعا ان انا هحطهم في الغساله واحط يعني عليهم المسحوق وهشغله بقى، وبعد كده هبتدي طبعا لما الغساله تخلص هبتدي انشرهم، وبعد كده هحط الملايات. يعني الملايات ما غسلتهاش مع الكوفرتات لاني بصراحه يعني حطيت الاتنين كوفرتا كان يا دوبك كده على الغساله. بعد كده بقى كملت في الغرفه زي ما انتم شايفين كده، ابتديت طبعا اشيل التراب من على كل حاجه، وبعد ما بشيل التراب وبكنس ببتدي المع. ودي احلى حاجه، لاني لو كان يعني لمعت الاول وبعد كده كنستي هتحسي ان التراب اللي انت شلتيه بيطلع على الحاجه اللي انت لمعتيها. فبكنس وبشيل التراب الاول بالحته اللي بتكون في ايديا، وبعد كده بلمع، بتلاقي بقى الحاجه اللي انت لمعتيها بتبقى كده كانها مرايه. المهم طبعا هنا مسحت بقى الكومودينو الشاشه الدولاب كمان الباب بتاع الغرفه، برضو حسيت مكان ما الولاد كده بيفتحوه برضو يعني متلحوس شويه، فقلت برضو انضفه، والفوطه في ايديا والبخاخ في ايدي، فالحاجه ما بتاخدش مني وقت على طول كده بتخلص بسرعه. بس دايما سمي الله كده وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكمان بقى تحسي ان انت كده خلصتي الحاجه بسرعه ما خدتيش اي وقت فيها. المهم بقى ان انا فرشت الملايات زي ما انتم شايفين كده، نضفت المراتب الاول وبعد كده فرشت الملايه طبعا النظيفه، وجبت ميه بقى واي معطر. لو ما عندكيش اي معطر حطي معلقه من الخل، بتخلي برضو ريحه السيراميك حلوه، ولو فيها اي روايح كده بتشيلها. بس انا بصراحه عندي المعطر، عايزه اقول لكم الجيركن بتاع فريده ده بقاله كتير جدا عندي، لان انا بحط يعني يا دوبك كده نقطتين بس يدوا ريحه حلوه للسيراميك،
وفي نفس الوقت برضو يخلوه السيراميك بيلمع زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقيه الشقه هي كمان نضفتها وخليتها زي الفل. المهم طبعا ان انا همسح وبعد كده هسيب السيراميك بتاعي ينشف. ولازم طبعا تسيبي السيراميك ينشف، اوعي تفرشي السجاده والسيراميك بتاعك مبلول. مهما تكوني حاطه معطر هتحسي ان في ريحه للسيراميك مش حلوه. المهم طبعا همسح بقى وانضف، وخرجت على بقيه الشقه هي كمان نضفتها وفتحاها زي ما انتم شايفين كده، يعني فاتحه الشبابيك برضو مهوياها. وبعد ما بمسح بقى وانضف الشقه كلها ببتدي اسيب السيراميك ينشف، وبعد كده بفرش السجاد زي ما انتم شايفين كده. انا بصراحه عايزه بقى اشيل السجاد بس مستنيه شويه، لانه بصراحه لسه ما اتبهدلش، بس انا ما ينفعش ان انا اشيل السجاد وعينه كده، لازم اغسله. فقلت هسيبه شويه، لان انا في الصيف بصراحه ما بحبش افرش سجاد، الجو بيبقى حر جدا جدا. فهستنى كده عليه شويه وابتدي بقى اشيله واغسله، يعني واحده واحده كده براحتي، واغسله وابتدي الف، وان شاء الله بقى نفرشه كده على دخله الشتاء ان شاء الله. المهم بقى في الوقت ده طبعا الخضار بتاعي اتصفى خالص، حطيته بقى في المنظمات زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى ادخله على التلاجة. الباميه يعني ما كانتش كتيره، هي تقريبا كانت نص كيلو، فقلت وانا واقفه كده، وفعلا عملتها وانا واقفه زي ما انتم شايفين كده، عشان عايزه ادخلها الفريزر. احنا بصراحه الباميه ملناش فيها قد كده، بس جوزي جابها فقلت حرام ان انا اسيبها تبوظ. وكمان كان جايب كوسه زي ما انتم شايفين، فقلت لا انا هستعمل من الكوسه، والباميه هي اللي هعينها في الفريزر. طبعا الطريقه موجوده بالتفصيل، طريقه تفريز الباميه طريقه سهله وبسيطه، ما بتاخدش منك اي وقت، وبصراحه بتقعد من السنه للسنه. كمان كان جايب كرتونه بيض زي ما انتم شايفين كده، وطبعا كنت سايباها في التلاجة زي ما هي كده، فبما ان عندي علبه البيض قلت لا اطلع الكرتونه واحط البيض زي ما انتم شايفين كده. التلاجة بتاعتي نظيفه وزي الفل، فعايزه ادخل الحاجه فيها تكون نظيفه عشان ما تبهدليش التلاجة. العلبه بتاعت البيض دي مش بتاخد الكرتونه كلها، تقريبا بيفيد يعني 6 كده، بحطهم بقى في باب التلاجة مش مشكله. هشيل بقى المنظمات هدخلها على التلاجة، والتلاجة نظيفة وزي الفل، فكل حاجة بقى هتبقى متنظمة كده ونظيفة وزي الفل. الباميه هي كمان احطها بقى في الكيس لان صفت من الميه خالص، وبعد كده بقفل عليها. المهم ان انا اطلع الهواء وادخلها على الفريزر. بعد كده بقى كان خلاص الكوفرتات يعني اتغسلت، فقلت انشرهم عشان برضو يتشمسوا كده، وبعد كده هبتدي على اخر اليوم اشيلهم. قبل بقى ما ادخل على الغدا بصراحه كان عندي جيلي، والجيلي ده بيبقى على طول موجود عندي في التلاجة بصراحه. بحب ان انا من وقت للتاني كده اعمله للولاد، لانهم بيحبوه بصراحه، وطريقته سهله وما بياخدش اي وقت. المهم طبعا ان انا يعني قلت اعمل لهم، كان عندي جيلي بالفراوله تقريبا، فقلت اعمله كده مش هياخد مني اي وقت قبل ما ادخل على الغدا. النهارده بقى ان شاء الله هعمل لهم غدا كده في حله واحده، عايزه اقول لكم بجد تحفه وسهل جدا جدا. هعمل لهم المبكبكه. المبكبكه دي طبعا طريقتها سهله وبسيطه وما بتاخدش اي وقت، واحلى ما فيها انك بتعمليها في حله واحده. عندي بقى حله فيها معلقتين من الزيت، هحط فيها بصله متوسطه واقطعها زي ما انتم شايفين، وبعد كده معلقه صغيره من الثوم. انا مش عايزه البصل لا ياخد لون ولا كمان الثوم ياخد لون. اول بس ما احس ان هم لونهم غير هبتدي انزل عليهم بقطع اللحمه، وطبعا قطعي المقاس اللي انت عايزاه. انا ما بحبهاش بصراحه لا تكون كبيره قوي ولا صغيره قوي. واول ما بتغير لونها زي ما انتم شايفين، بس طبعا النار تكون عندك عاليه عشان اللحمه بتاعتك تاخد صدمه وتبقى جوسي كده وطعمها حلو. هنزل بمعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وبرده هديها كده تقليبه لحد ما احس ان لونها غير زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هبتدي انزل عليها طبعا بمعلقه من الصلصه، والصلصه اختياري، لو مش حابه تحطيها ما تحطهاش، ولكن انا بحط الصلصه طالما موجوده عندي، لو مش موجوده خلاص بحط طماطم على طول. وعندي هنا 3 طماطميات عصراهم ومصفياهم، هبتدي انزل بيهم، وانزل بمعلقه صغيره من السكر زي ما انتم شايفين. وعندي بقى بما ان طبعا كان جاي لي فلفل الوان، حطيت كده فلفل اخضر وفلفل احمر مقطعاهم، وحطي بقى الكميه اللي انت عايزاها براحتك. هحط بقى كوبايتين من الميه، وبعد كده هبتدي طبعا احط التوابل اللي انا بحبها. انا حطيت بابريكا، حطيت كزبره ناشفه، حطيت كمون، وحطي التوابل اللي انت بتحبيها. بس الملح مش هحطه دلوقتي غير لما احس ان اللحمه بتاعتي خلاص داخله على السوا. هنا بقى كنت بشوف اللحمه، طبعا النار عندي متوسطه، وببتدي املح لان كانت اللحمه خلاص داخله على السوا زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى انزل بالمكرونه، وهبتدي اديها تقلبتين واسيبها على نار عاليه تغلي غلوتين بالظبط. بعد كده بهدي النار واسيب المكرونه بتاعتي تستوي. الاكله دي سريعه وبيبقى طعمها حلو، وكمان ما بتاخدش مواعين كتير. يعني عملنا الاكله بتاعتنا في حله واحده زي ما انتم شايفين كده، بس الاكله دي لازم تتاكل وهي سخنه، بيبقى طعمها حلو قوي قوي. هسيب بقى المكرونه تستوي مع اللحمه، وبعد كده طبعا ده كان الغدا بتاعنا، ربنا يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. وبما ان طبعا عندي خضار، انا ولادي مش بيحبوا السلطه، لكن الخضار لما بقطعه زي ما انتم شايفين كده بيتاكل بالف هنا. وكان كمان عندي كركديه، فقلت برضو احطه للولاد. وده كان الغدا بتاعنا، يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. غدا كده سهل وسريع ما بياخدش اي وقت، وكمان طعمه حلو. انا بصراحه بحب اعمل الحاجه اللي تكون ما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت يكون طعمها حلو قوي قوي.
هنا بقى اتغدينا الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة. أنا بصراحة باحب أرتّب يومي، باحب أخلّص كل اللي ورايا، عشان لمّا أكون بقى كده خلّصت وأقعد كده يبقى خلاص خلّصت كل اللي ورايا الحمد لله. فقُلت بقى أشطّب كمان المطبخ بالمرّة، أنضّفه وأمسح البوتاجاز كده وأمسح الأرضية بتاعته. يعني المواعين مش كتير، المواعين زي ما أنتم شايفين كده الأطباق اللي الولاد أكلوا فيها، وكانت الحلة اللي أنا كنت عاملة فيها المكرونة. يعني الأكلة دي بتتعمل في حلة واحدة، فبتبقى سهلة وسريعة وما بتجيبش مواعين كتير بصراحة. المهم إن أنا سميت الله كده وصليت على الرسول، وابتديت أغسل المواعين زي ما أنتم شايفين. مش هتاخد مني أي وقت طول ما أنا بسمي الله وبصلي على الرسول وبستغفر ربنا. وطبعا لو بتتمني أي أمنية ادعي إن ربنا يحققها لك، لو فيها خير ولو فيها شر ربنا يبعدها عننا، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعًا الرخامة اللي ورايا بيبقى فيها صفاية، بابتدي أصفّي المواعين، ولمّا طبعًا بتصفّي بارجّع كل حاجة على نضافة. المهم إن أنا هاغسل بقى الحلة والمعالق زي ما أنتم شايفين، المواعين بتاعتي ما كانتش كتيرة ولا حاجة الحمد لله. وهابتدي بقى أدعك الرخامة بتاعتي وأنضّفها وأخلّيها زي الفل، وبعد كده هامسح البوتاجاز هو كمان هانضّفه. المهم إن أنا عايزة المطبخ بتاعي يكون نضيف وزي الفل، لإن طبعًا شقتي نضيفة وزي الفل ومحافظة عليها. أنا لمّا بانضّف شقتي باحاول على قد ما أقدر أحافظ عليها إن هي تفضل يعني طول اليوم نضيفة وزي الفل. المهم خلّصت المواعين زي ما أنتم شايفين كده، هابتدي بقى أغسل الحوض والرخامة كده. طبعًا بقى لمّا بنغسل الرخامة بتاعتنا بتبقى تحسّوا إن هي نضيفة وكمان بتلمع كده، بس أهم حاجة إنِّك تنشفيها كويس جدًا، جدًا هي والحوض. وبعد كده بقى كان عندي بصراحة مُعطِّر، بعد بقى ما بانضّف الرخامة وانشفها كويس بابتدي أعطّر بقى الرخامة، البوتاجاز، هو بريحة الليمون. وكمان الضرفة بقى اللي فوق الحوض بتاعة المطبخ برضه بامسحها هي كمان والمّعها. مكان بقى ما فتحت كده خدت طبق، خدت كوباية، برضه أنضّف كده عشان مطبخي يبقى نضيف وزي الفل. الحاجة لمّا بتعمليها أول بأول بتفضل وقت طويل نضيفة وما بتتعبكيش، يعني طول ما أنتِ إيدِك فيها ما بتتعبكيش في نضافتها، بتنضف بسرعة. هو ده المُعطِّر اللي باقول لكم عليه، هو موجود عندي. لو مش موجود عندي باحط معلقة من الخل، والحتة اللي بتبقى في إيدي بتبقى طبعًا فيها مَيّة معصورة وشوية كلوريكس كده من ألوان، أو كلوريكس أو أي مسحوق جل يعني، برضه بيشيل أي دهون وبيلمّع وبيخلّي الدنيا زي الفل. بس بما إن عندي المُعطِّر ده باعطّر بيه زي ما أنتم شايفين كده، وبرضه بينضف ويخلّي الدنيا نضيفة وزي الفل زي ما أنتم شايفين كده. بس أهم حاجة بعد ما تنضفي الحاجة نشفيها كويس، لو نشفتي الحاجة بتاعتك هتبقى بتلمع ونضيفة وزي الفل. بصراحة بقى قلت اعمل كيكاية كده للولاد، هي الطريقة طبعا موجودة على القناة، طريقة سهلة وبسيطة. لما بحب ان انا اعمل حاجة حلوة للولاد بروح على طول مجهزة حاجة الكيكة زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اعمل لهم كيكاية. ما بتاخدش مني اي وقت، ومنها برضو تنفع للعشاء وتنفع كمان للفطار. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجة بتعمليها، وكل اللي تعمليه بقى يطلع من ايديكي زي الفل ان شاء الله. وكمان اللي يدوق منه يقول لك طعمه حلو جدا جدا. وانا بقى بعمل الكيكايه حابه اشكر اخواتي وحبايبي ومتابعين الغاليين، ربنا يبارك فيكم ويخليكم ليا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. شكرا جدا على الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات، ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. ضربت بقى المواد السائله زي ما انتم شايفين كده مع بعضيها كويس، وبعد كده هاجي على المكونات الجافه. وطبعا عشان الكيكايه بتاعتك تبقى هشه ومرتفعه انخلي الدقيق مره واتنين. وبعد كده بقى بحط عليه رشه من الملح، كيس بيكنج باودر زي ما انتم شايفين، وبقلبهم كويس. وانزل بقى على الخليط السائل ابتدي اقلبهم في بعض. وعندي طبعا الفرن سخن بولعه من تحت. اول ما جوانب الكيك تاخد لون ببتدي اولع الشوايه تاخد اللون الجميل اللي هتشوفوه دلوقتي. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان كل حاجه تطلع من ايديكي زي الفل ان شاء الله. المهم ان انا يعني ضربت خلاص الكيك زي ما انتم شايفين كده، وده القوام بتاعه زي ما انتم شايفين كده قدامكم. بجيب الصينيه بقى وبدهنها سمنه، انا بصراحه بحب ادهن الصينيه بتاعتي سمنه، لو حابه تدهنيها زيت مفيش اي مشكله. المهم ان انا هنزل بخليط الكيك زي ما انتم شايفين، وعندي الفرن سخن واولع من تحت زي ما قلت لكم. واول ما جوانب الكيك تاخد لون هبتدي على طول اولع الشوايه. ما تولعيش من فوق ومن تحت مع بعض عشان الكيك هيبتدي يشقق من فوق، ولعي من تحت الاول. وبعد كده زي ما قلت لك لما جوانب الكيك تاخد لون ابتدي ولعي الشوايه. طبعا لازم تخبطيها خبطتين كده عشان لو فيها اي هواء يطلع. وطبعا ببتدي اطلعها واسيبها تهدى. انا بصراحه قطعتها وهي سخنه. المهم طبعا ان انا جبت الجيلي، حبيت بس ازود من شكله. انا كان بصراحه عندي الفرماسي ده، حبيت بس ان انا احطه على وش الجيلي كده يدي شكل حلو. وابتدي احط بعد كده زي ما انتم شايفين كده على وشه واغرقه. وممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي فاكهه. بس انا بصراحه المكسرات والفاكهه لما بحطها في الجيلي ولادي مش بيرضوا ياكلوه، رغم ان هو بيحبوا الجيلي بس مش بيرضوا ياكلوه. المهم بقى الكيكايه هنا هبتدي اقطعها، هي بصراحه ما كانتش لسه بردت. المهم ان انا قطعتها عشان بس اوريكم شكلها من جوه. عايزه اقول لكم حلوه قوي قوي، وبتبقى هشه كده وبيبقى طعمها حلو وطريقتها سهله وبسيطه. هي طبعا الطريقه موجوده على القناه، لو حابين طبعا تجربوها يا بنات ان شاء الله هتعجبكم. وطبعا كان اليوم بتاعي بقى خلص الحمد لله، فقلت اعمل لي بقى كوبايه نسكافيه كده اقعد بقى خلاص خلصت كل اللي ورايا كده راضيه عن نفسي، عملت كل اللي الولاد عايزينه، وكمان نظفت شقتي وخلصت كل اللي ورايا الحمد لله. فقلت بقى اعمل لي كوبايه نسكافيه وحته كيك. ولحد هنا هيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك
وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. ما تنسوش اللايك يا بنات، بحبكم جدا جدا، ربنا يديمكم في حياتي، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. كنت معاكم منال عبد المنعم، سلام عليكم.